تفتكري لو عندك كوباية لبن ويدوبك معلقة زبدة ممكن نعمل بهم ايه؟ هعملك بقى وصفة تحفة سهلة وجميلة ومش مكلفة ومكوناتها موجودة في كل بيت. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. يلا بينا. طاسة ونحطها على النار، ننزل عليها بكوباية اللبن. هي كوباية اللبن كده بس، وننزل عليها معلقة السمنة أو الزبدة. وهنا قلبنا أول ما اللبن يبتدي وأول ما اللبن يغلي كده، بس نفس اللي هي بس الكوباية ناقصة شوية. أول ما يغلي كده وهيبتدي يفور ننزل عليه بكوباية الإيه الدقيق، نفس كوباية اللي كانت فيها نفضل بقى نقلب كده، نقلب كده اهو لحد ما تبقى إيه عجينة. ونطفي النار. نبدأ هنا الرخامة اهي، بصي تبتدي تقلبي كده لحد ما ايه تتلم معاكي كده كده كده. بعد كده اما بردت اهي رحت ماسكاها بقى بايديا لما قدرت اتحملها. طبعا ايدينا نضيفة وده اكل بيتنا وايه مش اي مشكلة. اهي بصوا الطريقة الطريقة جدا. بصوا حلوة اوي، مكونات بسيطة ومفيهاش اي حاجة منها بس حتة كده كده نلفها كده، تيجي وبالشوكة وتدوسي بقى عليها كده بالشكل ده، وهكذا وتقطعي تلفي واحدة كمان. التشكيل ده حسب ما انت عايزة اهو، زي الكفتة كده. ممكن بالسكينة تديكي نفس الشكل ده تحطيها، ونعمل بقى الكمية كلها. وهنا خلصنا اهي كل الكمية اهي بقت شكلها جميلة. هنا بقى معانا زيت بس على ايه نار هادية ويكون متوسط الحرارة، وننزل بيه كأننا بنعمل بلح الشام. هي يعني بلح الشام على صوابع زينب، هي منها الحاجة يعني نفس القصة دي. بنسيبها بقى واحدة واحدة كده، بنقلبش فيها بالراحة تتحمر اهي، بسيبها براحتها خالص اهو. سامعين اهو، سامعين صوت القرمشة تحفة. بقى في الشربات كده. وبكده نكون خلصنا طبقنا النهارده جميل تحفة وكان سهل جدا، واشوفكم على خير ومع السلامة.